monsieur. Bonjour. Open your bag, please. Okay. You take me picture? Yeah? Do you like? From Egypt. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais. يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اول يوم ليا في باريس. باريس بقى عشان احنا خلاص بقى نقلب اكسنت فرنساوي. طبعا في مفاجآت كتير عماله تطلع لي فقلقان شويه. اول حاجه الفيشه بتاعت الفندق مش نفس الشاحن بتاعي، فالباور بانك مش مشحونه ودي حاجه مش مطمئنه. يعني انا اللي هيفصل مني خلاص مات، الموبايل او الكاميرا خلصت. تاني حاجة المدينة كبيرة جدا جدا وده كنتش عامل حسابه، فالمواصلات غالية، بس اضطريت اشتري تيكت مواصلات يومي ب 12 يورو. في معظم الدول اللي بروحها او المدن اي حاجة تتروح مشي، هنا مفيش حاجة تتروح مشي حرفيا، كل حاجة بعيدة عن التانية وكله لازم يتركب له مواصلات. وتالت حاجة انا امبارح وصلت، كان المفروض المخطط ان انا اوصل الساعة 9 واستمتع بالليلة في باريس، فما حصلش المخطط ووصلت الساعة 12 بالليل. وصحيت النهاردة يعني دلوقتي الساعة 1:30، فيعني ضاع مني ليلة امبارح والوقت او ضاع نص النهار، يعني دلوقتي الساعة 1:30. فحاجات كتير ملهاش تخطيط، فده بيضايقني شوية، بس ان شاء الله نعرف ننظم الدنيا. تاني حاجة باريس كبيرة قوي، فما فيش خطة هقدر امشي بيها. يعني ما في، هيبقى فيديو عشوائي هيبقى كله عشوائي، اللي هقابله في وشي هنتعرف عليه ونعرف تاريخه وقصته، فالموضوع هيبقى عشوائي جدا. فتعال نشوف بقى اليوم هيمشي ازاي في اول يوم باريس. انا نازل في هوستل في اخر، يعني اخر ممشى ده، باصص على النهر ده. الصراحة مش قادر اقول اللوكيشن جميل لان هو بعيد عن كل حاجة، بس يعني ده فرنسا غالية الصراحة، ده السعر المناسب لقيته. اعتقد دافع في الثلاث ليالي في حدود 100 يورو اعتقد. بس هنا في حياة عن ألمانيا بكتير بكتير. أنا من ساعة ما وصلت امبارح والناس، وصلت الساعة 12 بالليل والناس كلها صاحية وقاعدين وبيجروا. ألمانيا من الساعة 8 كله بينام ولا من الساعة 7. أنا رايح على زي قصر كده، استنى أحاول أشوف. هو على بعد نص ساعة من هنا، في نفس الوقت برضو محتاج أفطر لأن جعان جدا. بس فرنسا حلوه، يعني انا كنت بسمع فيدباك وحش قوي عن فرنسا. طبعا انا خايف اتسرق، يعني ما اضحكش عليكم، السرقه هنا واسبانيا ولندن الثلاثه السرقه فيهم رهيبه يعني. بس هاخد احتياطاتي على قد ما اقدر. تعال نشوف الدنيا هنا عامله ازاي. وصلت المدينه. طبعا زي ما قلت لكم باريس كبيره جدا، فانا دلوقتي يعني عاوز افطر، وشكلنا كده هنصرف كتير، ف هنبتدي كده نجرب الاكلات الباريسيه. ده هخش اجرب المحل ده كده. هو اسمه ايه؟ اسمه بيز. طبعا الاسم فرنسي انا مش عارف اقراه، بس انتوا عرفتوا شكل المحل يعني. فهخش اجرب كده الكرواسون عامل ازاي. بصوا المنظر عامل ازاي، منظر حاجه يشرح. هخش عليها بحته بونجور دلوقتي، هدوخها. اتفرجوا. Bonjour. Can I have one of this? One of, yeah, and one of chocolate. Yeah. رايك في البونجور بتاعتي؟ جت اللحظة المنتظرة. جبت واحدة بيستاسيان، واحدة شوكولاتة. جرب الكرواسون. بس كده مش قادر اتكلم، انا هستمتع بالعظمه دي. البتاع خلص ملحقتش. بس المتعة صراحة شيك اوي، فرنسا شيك.
خلصت اكل الصراحه شبعني جدا، لان تحس ان هو معمول بالسمنه البلدي متجز كده. فلا البطيخ حلو قوي. هو زي ما قلت لكم طبعا هنا اغلى من المانيا، لان هنا بلد الكرواسو ده رقم واحد، يعني دي كالتشر هنا، بس يستاهل. دلوقتي هركب ده محطة المترو، هركب وعشان نروح نشوف أول مزار سياحي النهاردة. فتعال نشوف كده الدنيا عاملة ازاي. طبعا هنا عاملين نظام عشان محدش يعدي سفلقة، فلازم تعمل سكان هنا وتزق كده وبعد كده تزق كده. في الطبيعي البوابات دي مش هتفتح، علشان انا كنت في ايطاليا كانوا بيحاولوا يتسفلقوا كانوا بينطوا، بس هنا صعب، هنا صعب حد يتسفلق، عاملين نظام عنيف يعني. ف دي كانت معلومة سريعة عشان محدش يفكر يسفلق في فرنسا. ده المترو في فرنسا. الصراحة المواصلات في ألمانيا أنضف يعني، ولازم أخلي بالي جدا في المواصلات، فمش عارف أصور طول ما أنا في المواصلات، لأن السرقة قوية جدا في فرنسا في القطورة بالذات المترو يعني. بس المترو بتاعي جاي، ألقاكم لما أوصل بقى عشان مش هينفع أصور لكم. وصلت المنطقة، طبعا محلات السوفينير في كل حتة، تعرف ان انت ماشي في منطقة سياحية على طول، تعرف ان انت كده هنا هتتعامل كسايح. قدامي على طول المبنى اللي احنا رايحينه. الدنيا زحمة الصراحة، عاوز اوريكم منظر، وشكلنا هنطلع كتير يعني، شكلنا هنفرهد يعني، بس اوريكم الزحمة عاملة ازاي. بس كلهم رايحين على هناك، هو فوق كده بس ممكن ما يكونش باين. استنى هحاول اجيلكم كده شوية، اعتقد ابتدى يبان شوية، هو اللي هناك ده. المبنى ده كنيسة اتبنت في أواخر القرن ال19 وبداية القرن ال20 بسبب كسيمبل أو كرمز للوحدة الوطنية والحرية في فرنسا بعد الأحداث اللي حصلت يعني. طبعا انتوا عارفين تاريخ فرنسا اسود مليان بالمآسي يعني. فهي دي طبعا بتسمى برضو بالكنيسة البيضاء، دخولها ببلاش، هنخشها إن شاء الله. طبعا الاسم صعب فهكتبه عشان أنا مفيش فرنسي خالص، مفيش، ضايع. فطبعا منظرها جميل قوي، منظرها جميل، بس هي محطوطة على هضبة او هيل او مش عارف يعني ايه، يعني مرتفع، فلازم نطلع بقى حبة حلوين يعني. دلوقتي في رحلة الصعود، بصوا المنظر عامل ازاي. عارفين ان محطوطة فوق هضبة. عرفت بس كروسو كتب على نفسي بس الفيو خيال. انا لسه لازم اوريكم المنظر عامل ازاي. طبعا فرنسا مدينة الحب، فهتلاقي في كل حتة اقفال. سيبكوا الكنيسة ورايا، اللي احلى من الكنيسة الفيو، هحاول اوريه لكم الفيو عامل ازاي، بس المنظر عامل ازاي. داخلين دلوقتي الكنيسة. Bonjour monsieur. Bonjour. Open your bag please. Okay. You take me picture? Yeah. Do you like? From Egypt. Perfect. Open for you? Yeah. Okay, thanks. Thank can you go. very much. Welcome. الناس هي لذيذة أوي. معايا حسام من مصر، اتعرفت عليه وأنا رايح الكنيسة. اهلا بيك. ده شرف لينا احنا. حبيبي تسلم يا حسام. داخلين دلوقتي الكنيسة، تعالى أوريها لكم جوه عامل ازاي. ممنوع التصوير ممكن استعدنا، ممكن يقول لك كده اهو. اها، بس من جوه عامل ازاي. الدنيا زحمة جدا. بس عاملة ازاي من جوه.
dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas غريبة شوية بالنسبة لي، مش فاهم أي حاجة طبعا، بس الأجواء دي فكرتني بفيلم الرهينة بتاع أحمد عز، المشهد لما كان داخل الكنيسة. من كتر ما الكنيسة كبيرة حاطين شاشة هنا عشان الناس كلها تشوف. ريحة بخور بيبخروا الكنيسة، ريحة حلوة أوي. بس ده زي ماكيت. خلاص خدنا جولتنا جوه الكنيسة. الصراحة اللي أحلى من جوه الكنيسة الفيو الصراحة خطير. الفيو تحس إن انتوا قاعدين فوق كده فرنسا، انتوا جايبين فرنسا كلها، والجو دلوقتي في تغييمة كده فتحس إن انت في فيلم رعب. أنا بص الكنيسة اهي، الصراحة منظرها فخم. بصوا بقى، بصوا الفيو، أنا عاوزكم تتفرجوا على الفيو بس عامل ازاي. خيال. القعدة هنا فعلا ترد الروح. شوف بقى بعد كده هنروح فين الديستنيشن الجاية. بعد ما خلصت الكنيسة ركبت المترو ودلوقتي رايح لأرك دي تريومف. بس وانا نازل من الكنيسة وقفني مجموعة طبعا من النصابين، حاولوا يعني هم وقفني عاوز يلبسني صورة، قلت له ثانك يو. ابتدوا بقى 2 3 يتجمعوا حواليا بيوقفوني بالعافية. ابتديت اتعصب بقى وخلاص عليت صوتي، قلت لهم ثانك يو ومشيت وسبتهم. انت لو ما دخلتش فيهم هنا بغشومية هيلبسوك، لان هم عصابة حرفيا. فانا بقول لكم عشان تخلوا بالكم. انا خلاص وصلت لارك دي تريومف هنا اهو. ده عبارة عن نص تذكاري، ابتدى في 1806 في نابليون اللي عمله، وخلص 1836. تحته حاجة اسمها قبر الجندي المجهول. ده نصب تذكاري للناس او العساكر او الفرنسيين اللي ماتوا في الحروب يعني. فبس فتعالوا اوريهولكوا كده. حاولت اجي والدنيا نهار عشان نستمتع بالفيو بتاعه. طبعا برج ايفل قدامي، بس خلينا نشوف ده الاول. دلوقتي بحاول اجيبه من قدام ونروح له، بقرب منه. طبعا الميزه بقى زي ما قلت لكم في شهر 12 هتلاقي كل مدن اوروبا متزينه عشان الكريسماس. يعني بصوا المنظر، بصوا الزينه عامله ازاي. فمن رايي دي افضل فتره تيجي فيها في الشتاء، يعني ما تجيش في شهر 1 و2 يعني مش هتستفاد باي حاجه. عاوز تيجي اوروبا تعالى النص التاني من نوفمبر وديسمبر، ده اكتر فتره يعني رسميه في واو. حاطين علم فرنسا ضخم بس عامل ازاي مش عارف باين من هنا. ده يدي حته صوره بورتريه عظمه. طبعا برج ايفل هناك بس لسه منورش. بصوا الناس واقفين في نص الطريق ازاي عشان ياخدوا صوره معاه. بس هو الصراحه منظر جامد قوي بسبب العلم الكوالي اللي حاطين في النص ده. انا هحاول اقف معاهم كده واحاول اخد الصوره دي، بس الدنيا طبعا زحمه جدا. طبعا انا بقالي ربع ساعه باخد صوره يعني. بصوا انا اوريكم المكان الناس بتصور فيه، بصوا عاملين ازاي. طبعا انا سيطرت على المكان، دخلت حطيت الرايفل بتاعي، مش همشي غير ما اخد الصوره اللي انا عاوزها في دماغي يعني. واقفين في نص الشارع بصوا
يعني بص الناس اللي واقفه بتصور. غير بقى ان انا بقالي 5 دقايق ولا 10 دقايق بحاول اعرف ازاي اوصل له، لان هو محطوط جوه ميدان وحواليه عربيات فطلع في نفق. تهيألي هو النفق اللي انا نازله ده. فتعالوا نشوف هل هنوصل ولا لا. المفروض بقى في نهاية النفق ده طبعا بص الدنيا زحمة ازاي نوصل الارك دي تريامف. الدخول ببلاش حوالينه، لكن لو تخش جوه وتطلع فوق بتدفع فلوس. انا عايز اوريكم بس الصور القديمة كانت عاملة ازاي وهو زمان يعني اول ما اتبنى. بصوا ده زمان اول ما اتعمل كان عاملين له موكب عامل ازاي. في النص يعني هحاول اوريكم كده في حاجه اسمها eternal flame، النار الابديه. هنا هم بيولعوها بقى، ان النار دي طول الوقت شغاله بجاز فما بتطفيش. يعني كان في واحده برضه شبهها في البوسنه، بس تخيلوا المنظر كان عامل ازاي اول ما اتعملت. هي اتعملت زي ما قلت لكم في 1836 اعتقد او حاجه و30. هي ابتدت في 1806 في عهد نابليون. ده طبعا حديثا يعني. ده طبعا شباك تذاكر الناس اللي عاوزه تخش بقى جواه من جوه يعني الناس اللي عاوزه تخش، لكن طول ما انت هتبقى بره هيبقى ببلاش. وانا شايف ان هو كافي يعني. لما تخش جوه هيطلعوك فوق يعني فتشوف الفيو من فوق. يعني بصوا اللي معاهم تذاكر بقى بيخشوا هنا البوابه دي يتفتشوا ويطلعوا بقى فوق. لكن انا الصراحه كافي عليا قوي ان احنا نشوفه من بره كده، واحاول اوريكم الفيلم دي عامله ازاي. بص الاضاءه ابتدت بقى مع العالم فرنسا بقت عامله ازاي. الصراحه منظر جامد قوي. بص المنظر عامل ازاي العالم. في لسعة هوا هحاول اوريكم بقى النار، وبعد كده بقى اروح استريح شويه واشحن الاجهزه اللي كلها فاصله دي. يعني انا حرفيا في النص. بص المنظر، هي دي النار الابديه متغذيه بجاز عمرها ما بتتدفي طول الوقت شغاله. شفنا الفليم ارك دي تريامف دن. اللي بعده مفيش وقت. فدلوقتي بقى هروح ادور على مكان بيبيع شواحن واقعد في اي محل اشحن الاجهزه اللي معايا. بعد كده بقى نشوف. بصوا المنظر الجاي ده برج ايفل هناك، هو ده اللي عمال ينور. عشان نطلع برضه من ارك دي تريامف لازم ننزل نفق. طلعنا الناحيه التانية عشان زي ما قلت لكم هو في نص ميدان والطريق ما فيهوش تعديه يعني. الصراحه الجو هنا دافع. الجو فوق ساعه قوي. ليه ده الحرب قامت ولا ايه يا رجاله؟ على الهادي يا رجاله، فيها رجاله. هو شكل فعلا في عرض، بس الناس كلها لابسه زي فرنسا. الصراحه شكلهم روش بس لابسين ازاي. انا جاهز اتفرج. منظرهم جميل قوي الصراحه، بس للاسف زي جامد قوي. بس للاسف عاوز اشوف ايه اللي ممكن نعمله غير كده، ولا نستنى نشوف لو ممكن يبقى في عروض. خلينا نشوف ممكن يبقى في عرض كده. طلعت تاني فوق يعني ده هنا الطلوع عشان عارف اللي هم طالعين تاني هنا، فيمكن فعلا يبقى في حاجة سبيشال النهاردة، فهبقى محظوظ ان انا شفتها يعني. فحاول كده استنى 10 دقايق ولا ربع ساعة اشوف ايه اللي هيحصل. بقالي ربع ساعة قاعد هنا مستنيهم يطلعوا. شكل العرض هيبتدي والدنيا هتبقى ضرب نار. تعال نشوف الرجالة دي رايحة على فين. العرض شكله هناك. جاهزين يا اطفال؟ ياي شوف الرجالة دول رايحين على فين. بص كل حتة. انا ربنا بيحبني والله، ربنا بيحبني. دي تاني مرة تحصل معايا ان انا ابقى في حتة على الله حكايتي الاقيهم بيعملوا ايفنت او بيعملوا حفلة. كنت برضه في نابولي فلقيت في ماتش اللي كسبهم الدوري، كانت الدنيا خراب. هبقى اسيب لكم الفلوج بتاعت نابولي، روحوا شوفوه جامد جدا.
الجنرال بتاعهم هنا اهو ماشي بالعكاز اهو. ده رتبة عالية خلي بالكوا ده. العرض ابتدى أخيرا بعد نص ساعة انتظار. بس العالم عامل ازاي. هحاول اصور من زاوية تانية لان احنا هنا في ظهرهم، بس للاسف عشان تبقى في وشهم مستحيل يعني، فحاول اجي من جنبهم يعني، لان هو شكل في حد جاي، ده موكب في حد جاي، ف عشان تبقى في الوش لازم الناس اللي داخله بس. فانا هحاول اوريكم. شكله عرض عسكري يعني زي ما قلت لكم، ده البوست العسكري لأهالي الناس اللي توفت في الحروب. شكل الست دي ست مهمة يعني، أنا مش عارف مين دي، بس هي عمالة تسلم على الأهالي يعني، شكلهم أول مناصب يعني صوروها، فأنا مش عارف هي مين. العرض طبعا لسه مكمل، بس الجو ساقع قوي، ايديا نشفت، وهو عرض عسكري في الآخر، فدي حاجات كلها يعني زي تشريفية. فالكاميرا فصلت، موبايل 1% يعني، يا رب ما يفصلش. هدور على مطعم اقعد فيه اشحن فيه الكاميرا والموبايل، وبعد كده بقى اشوف هروح فين بعد كده بقى. احتمال اروح برج ايفل. مش تتخيلوا قلت لكم ان اول يوم ليا في باريس بسبب راس شاحن طلع عيني والله. رحت محل قبل ما يقفل بدقيقة، اشتريت راس شاحن ب35 يورو، ده رقم كبير طبعا، بس انا قلت بقى ايه استنصح، لان انا كل ما احتاجه ان هو اشحن النهارده وبكره وبعد مثلا، فرقم كبير، فقلت ايه انا هشتري راس شاحن واستخدمه وارجعه. ده ينفع، بس هيتقسم من تمن البتاع ده 10%، يعني لما اجي اخد فلوسي هتبقى ناقص 10%، واهم حاجه تكون العلبه سليمه. فاشتريت، مش عارف افتح العلبه، حاولت 100 مره مش عارف افتح العلبه كل ما اجي افتحها من حته يتقطع منها حته، فحسيت بشعور مستفز جدا يعني، عاملين علبه ما تتفتحش. قمت روحت الهوستل، سالت الراجل، طلع ان في مشترك بيتباع ب 8 يورو. قمت اشتريته بقى خلاص. انا الموبايل فاصل، الكاميرا فاصله، الباور بانك فاصل، كله فاصل، فصداع بقى يعني. انا النهارده دلوقتي الساعه 11 ما عملتش اي حاجه لغايه دلوقتي غير اللي عملناه، يعني نص اليوم ضاع بسبب راس الشاحن دي. دلوقتي طبعا رجعت الفندق، شحنت شويه ورايح دلوقتي بقى لبرج ايفل. فاضل طبعا دقايق والانوار تقفل، فتعالى نشوفه كده النهارده برج ايفل، وبعد كده ممكن نشوفه تاني بكره او بعد. الدنيا مطرت شويه، فدلوقتي بدور على برج ايفل. هوبا 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 هوبا، ادي جامد، لا جامد والله، يستاهل المرمطه. انا دلوقتي الساعه 11 لان هو فاضل ساعه اعتقد الانوار دي تقفل، بس منظره رومانتيكي. تمام، كل ساعه يعني الساعه ما تيجي 6 او 7 او 8 بعد ما بدايه الليل طبعا بيبقى فيه سباركلز كده في برج ايفل. بس طبعا دلوقتي الساعه 11 كانت اخر مره، كانت الساعه 11 يعني الساعه دلوقتي عدت 11 كده، فهبقى اوريها لكم. بس الدنيا طبعا ابتدت تمطر تاني، فكان لازم البس الزعبوط. فدلوقتي انا هروح اقف تحت برج ايفل واوريكم من قريب عامل ازاي. منظره الصراحه جميل قوي، بس برضو ما فكرت يعني، انتوا لو فكرت فيها هو البرج ده ما فيهوش اي اعجاز زي مثلا
الاهرامات او فول الصين العظيم او الحاجات اللي هي صعبه يعني حرفيا برج خليفه ده اعجاز يعني. انتوا متخيلين مقارنه مثلا بالايفل تاور؟ بس الفكره بقى في الماركتينج ان هم ماركتوا له ان ده يعني حب ورومانسيه والكلام الجميل ده كله، فبقى مشهور جدا يعني. بصوا الصراحه مديله برستيج جامد قوي، جامد الصراحه. في حته بيبقى افضل منها التصوير، بس طبعا هحاول اروح لها. انا مش عارف بقى يعني، دي اقصى حاجه انا اقدر اروح لها. انتوا مش عارف، انتوا شايفين في سور ازاز، هل بقى ما بقى جويه تحت يعني تحته كده بالظبط؟ هل عشان اخش الاريا دي بفلوس ولا لا؟ هدور على الحوار ده، بس اللي اعرفه عشان تطلعوا لازم فلوس طبعا. الدنيا قلبت بطريقه غير طبيعيه يعني، مطره يعني. انا حتى مش عارف اصور بالموبايل فما عرفتش اطلع الكاميرا، بس دلوقتي الساعه 12 البرج كان عمال ينور بطريقه مش طبيعيه. كان السباركلز طبعا من كتر اللبخه. صورت بالموبايل فيرتيكال، ما جاش في دماغي ان انا اطلع كاميرا خالص. بكره هاجي تاني اوريها لكم. طبعا خلاص لازم ارجع الهوستل، اتبهدلت يعني. وده كان اول يوم في باغي. القاكم غدا.